السلام عليكم. زنزبار هذه واحدة من المزايا التاريخية وإلا الحوايج المعروفة بها تاريخيا أنه كانت موطن ومركز نتاع تجارة الرقيق، يعني تجارة نتاع العبيد. زنزبار هذه بالموقع الجغرافي نتاعها الجزيرة قلنا اللي في وسط المحيط الهندي، كانت لازون ولا المنطقة الموقع تاعها الجغرافي خلاها تكون في هذا المركز. علاش؟ لأنه منها كانت تنطلق السفن لتوصل العبيد لصديبون وين كانوا يتباعوا، يعني مش عارف في آسيا، في شرق افريقيا، في اوروبا، في الامريكان، كانت من ينطلقوا. لانه تعرفوا بلي ما كانش طيارات، كان بحر، معناها هي جايه في موقع اللي يخلي الدول الكل تقدر تجيب العبيد من البلايص الكل ويقعدوا في الجزيره هذه في زنزبار. هذه المركز هذه اللي فيه دركا، هذه هي يسموها دار العبيد. دار العبيد واش معناها؟ معناها كانوا يسكنوهم هنا، كانوا يجيبوهم من مختلف الدول الافريقيه ويجيبوهم هنا يسكنوهم في هذا من لي شومبر اللي راهم تشوفوا فيهم، راهم الفوق. تجاره العبيد هنا بدات من الالمانيين، وكي جاوا العرب من سلطنه عمان زادوا رسخوها اكثر. تجاره العبيد هذه كانوا قلت يسكنوهم هنا، وكانت اول مرحله ولا اول خطوه انهم يخلوهم بالشر، لا ماكله لا شراب. علاش؟ باش العبد اللي يتحمل ويقدر يريزيست ويقدر يقاوم هذاك يتباع غالي، واللي ما يقدرش يتحمل هذاك يتباع بسومه رخيصه. قلت اليوم راني في دار العبيد هذه، وزنزبار كانت مركز اساسي لها. باختصار كيفاش حتى تنحات تجاره العبيد هذه؟ يعني الخطوات الاولى، هو جاء واحد المفكر، واحد الاديب، جاء هنا في حوالي 1890 ولا كاش حاجه هكاك، شاف الحاله هذه المأساويه، كي رجع لبريطانيا، هو بريطاني، كي رجع لبريطانيا بدا يكتب الحكومه تاعو، بدا يراسل نشوفوا شو صار في زنزبار، هاي الحاله المأساويه، هاي الناس تموت، مش عارف تجاره العبيد كذا. ومن بعد زاد عاود رجع بعد عامين لقاها ثاني مازالت نفس الحاله، زاد عاود راح كتب برلمان وذاك، حتى من بعد بقت قضيه دوليه وبداو يقضوا عليها هذه الظاهره. ومن هنا من زنزبار كي بدات العبوديه تنقص، تجاره الرقيق يعني هذه بدات تنقص في العالم الكل. قلت هنا لانه كان مركز اساسي في العالم لتجاره الرقيق، هنا يلموهم وينطلقوا كل واحد والسوق اللي يتباع فيه. وكان حاجه، هذه الساحه اللي يعني فيها هنا كانوا يعرضوهم العبيد، معناها شغل يحطوهم هنا العرض، ومن بعد الناس يجي اللي يحب يشري رايح يجي هنا ويشوف العبد اللي يساعده. والمرضى وين كانوا؟ المرضى العبيد اللي يكونوا مرضى هذم كيروحوا للجزيره اللي حكينا عليها، ويسموها تاع جزيره السجن. هذه المرضى يدوهم ثم. يعني هذه باختصار دار العبيد هذه وزنزبار بواش معروف. بروح نسي ندخل لداخل ونشوف واش كاين. بون هذه الدار من داخل، دار العبيد اللي حكينا عليها، حوالي فيها 20 شومبرة كبيرة، وكل وحدة هاي باينة تهز اللي غاشي كبير. دوكا دايرينها متحف، قصدي بازار، بازار. هنا لاكاف نورمالمون، طبعا نديكوفريها معاكم. سليف شامبر، راوند روم يوزد تو كيب سليف. هنا ثاني كان يسحق العبيد، قال لك كاين تو روم نشوفها. هاي بسم الله.
survive under this situation. هكذا ماس الناس تاعهم كان يربطوهم، بصح ما فهمتش كيفاش كانوا يقعدوا هنا ويرقدوا. بصح يبان لي مع البيت. Because of religious, economic, and humanitarian. Nou. Ja. Ja. Nee, ik word hier nou niet. Het is goed geweest. Die keer heb ik gezien. حتى انا حسب ما فهمت كانوا يحشوهم ها